السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا اتأخرت طبعا عن تنزيل الفيديوهات، بعتذر والله. النهاردة راجعه لكم فيديو حلو جدا جدا، وهو الكرشة. عارفة ان في ناس كتير جدا ما بتحبهاش. انا واحدة من الناس اللي فعلا عمري ما اكلتها، الا يمكن دي تاني مرة ان انا اكلها. وما اكلتهاش الا لما عملتها بايدي. كنت دايما بخاف منها، لا ريحتها وحشة، لا ملهاش طعم، لا كذا. بس الطريقة دي بجد هقول لكم على طريقة حلوة جدا. بعدها هتدمنوا حاجة اسمها كرشة. اهم حاجة في الكرشة يا جماعة نظافتها. سيبك من اي حاجة تانية، لازم تتنضف كويس جدا مرة واتنين وتلاتة واربعة زي ما انتوا شايفين كده. وتتنقع كمان في محلول نقع، ملح وخل وليمون. ومرة واتنين وتلاتة ما تزهقوش. كل ما تنقعيها اكتر وتغسليها وتغيري ميتها، كل ما راحت زفرتها وادتك نتيجة حلوة جدا. مفيش فيها اي ريحة. على العكس تماما، لو فيها اي حاجة مش نظيفة او ريحة مش حلوة، ستين ما تطبخيها بطريقة كويسة برضه هتطلع مش كويسة معاكي وهتشمئزي منها ومش هتحبيها. زي ما انتوا شايفين الكرشة اللي انا جايباها، انا منضفاها بره صحيح، بس لازم اعيد عليها مرة واتنين. وشايفين الحاجات، بعض النقط الصغيرة اللي في الفتحات بتاعتها دهيت، اشكال السداسية دي، لازم انضفها كويس جدا من بره ومن جوه واقلبها واشوف ظهرها عامل ازاي. طبعا الكرشة بتتقطع كبيرة لانها بتكش. شايفين بعض الحاجات البنية البسيطة دي؟ برجع اعيد عليها تاني مرة واتنين. انا عايزة اقول لكم ان هي اتغسلت واتنقعت واتحطت في الفريزر، ورجعت لما طلعتها تاني اهيت بعيد عليها كمان مرة. لان فعلا انا يعني تعبت مش في تنظيفها، في الاعادة عليها، علشان اتاكد ان مفيش فيها اي ريحة خالص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما شاء الله بيضة جدا جدا. الريحة طبعا الليمون مع الخل، وما تكتريش خل قوي، بس طبعا عشان يوحوش ريحة الزفارة. وبقلبها من فوق ومن تحت، ما بخليش فيها يا جماعة اي حاجة خالص. انا موسوسة جدا جدا في الحاجات دي، فلو شميت ليها اي ريحة مش ظريفة مش هاكلها ابدا. علشان كده اول حاجة في الكفتة، في الكرشة اسفة، رقم واحد نظافتها. هتنضفيها كويس وتنقعيها كويس وتغيري ميتها، اضمني ان انت هتاكلي كرشه حلوه جدا. شايفين الحته دي اللي هم بيقولوا مش عارفه ام الشلاتيت او حاجه زي كده؟ اتاكدي ان بين كل رق والتاني، لو الحته دي موجوده عندك، ان هي بيضه قوي ومفيش فيها اي مشكله. انا اسفه طبعا طولت عليكم في الجزء ده بالذات، لان ده يعتبر من اهم اجزاء طبخ الكرشه للناس اللي بتحبها. تمام. انا كده خلاص نقعتها مره واتنين وغيرت الميه بتاعتها، واتاكدت كمان من نظافتها، ما عادش فيها اي حاجه خالص نهائي. نيجي بقى لطريقه طبخها. في ناس بتحب تعملها في الفرن، وفي ناس بتعملها مسلوقه، وفي ناس بتعملها بصلصه. انا هقول لكم على الطريقه اللي انا بفضلها. برضو شايفين اهوت، ساعات بحس كده ان في اي نقطه سمر او حاجه، لازم اتاكد ان ما عادش اي حاجه خالص زي ما انتوا شايفين كده. بقلب فيها شمال ويمين لحد ما اتاكد ان الدنيا تمام معايا. خلاص. في حاجة كمان يا جماعة مهمة جدا، وهي المكان اللي بتشتري منه الكرشة وهينضف لك الكرشة. لان في ناس بتستخدم اللي هو الجير، تبقى الحاجات دي مش صحية خالص، وبعد الشر عنا وعنكم يا رب، بتجيب حاجات وحشة على المدى الطويل. فلازم اتأكد ان انا جايباها من مكان كويس، برضو ما تكونش كبيرة في السن قوي، لان كل ما كانت كبيرة هتكش معايا وتبقى بتشد في الاكل مهما تسوي فيها. لازم تكون صغير، او الافضل ان هي تكون صغيرة في السن. واجيبها من مكان مضمون ومن حد يكون كويس وامين بينضفها لي، عشان ينضفها لي كويس بميه سخنه مثلا، او باي طريقه، بس ما يحطش فيها حاجات غير صحيه تسهل عمليه التنظيف بتاعتها. خلاص كده احنا جبنا الكرشه ونضفناها وعدنا عليها والدنيا تمام معانا. هنبدا بقى نعلق عليها. ونيجي بقى لسر الصنعة بتاعتنا. حل على النار، وهحط عليها فيها معلقتين سمنة بلدي. لو ما عندكيش سمنة بلدي ممكن تحط زيت، بس يكون زيت نظيف، او معلقتين سمنة عادية من اللي بتستخدميها، السمنة النباتي. بس طبعا السمنة البلدي لا يعلى عليها، وكمان بتنقل الكرشة في حتة تانية خالص خالص. تمام. طيب، في ناس بتحط الكرشة ولما تسرد المية بتاعتها تبدأ تدلقها وتحط عليها مية تانية مغلية والكلام ده كله. لا، احنا مش هنعمل كده. احنا هنعمل طريقة تانية خالص هتخلي ريحة الكرشة معانا حلوة جدا. كده معلقتين السمنة البلدي، وحطيت فيهم شوية فلفل اسمر عشان يحمصوا كده في السمنة وريحتهم تطلع معايا.
سبت السمنه تسخن معايا كويس جدا مع الفلفل الاسمر. بعد كده هصفي الكرشه من الميه. طبعا انا قلتلكوشي ان انا بعد محلول النقع شطفت الكرشه عندي بميه من الحنفيه، يعني ما شلتهاش من ميه النقع حطيتها في الحله على طول، لا شطفتها بميه جاريه كده من الحنفيه وصفيتها كويس زي ما انتوا شايفين ونزلت بيها في السمنه. طيب اهم حاجه طبعا اللي انتوا شايفينه، اللون اللي انتوا شايفينه ده الفلفل الاسمر، مش محروق ولا حاجه، ده الفلفل الاسمر اللي انا حطيته في السمنه البلدي وحمص معايا. هنزل بقى ببقيه الاضافات على الكرشه بتاعتي، بقلب زي ما انتوا شايفين كده، وبقلبها دلوقتي على نار عاليه علشان ما تسردش الميه بتاعتها كتير. نزلت ببصله كبيره متقطعه مكعبات، وورق لورا، وحبهان، واللي انت عايزه تحطيه بقى مش مشكله، البهارات اللي انت عايزه تحطيها. بس انا هكتفي بالحاجات دي كده، وهقلب فيها بقى كل شويه لحد ما تسرد الميه بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده بدات تنزل شويه ميه، طبعا ده شيء طبيعي جدا، لازم تنزل ميتها، بس لان احنا غاسلينها كويس، فحتى الميه اللي نازله منها دي ريحتها حلوه، مفيش فيها اي حاجه ولا اي زفاره ولا حاجه تخوفك. هقلب فيها كل شويه لحد ما تشرب ميتها دي كلها، وكمان تتشوح وتاخد لون معايا. كل 5 دقايق بتكشفيها تقلبيها كويس، وترجعي تاني تغطي عليها لما تتأكدي ان هي نشفت من ميتها تماما تماما، والكرشة كده بدأت تاخد لون في السمنة البلدي اللي انا حطاها. طبعا بقى مع البصل وورق اللورا اللي انا حطيتهم لما اتحمصوا مع الكرشة واخدت لون بالشكل ده، مش عايزه اقول لكم الريحة بجد طلعت جنن، ريحة حلوة جدا جدا، ملهاش اي علاقة بريحة الكرشة اللي الناس بتخاف منها. تمام. في الوقت ده انا كنت مسخنه ميه على البوتاجاز، ميه بتغلي، هبدا بقى انزل عليها على الكرشه. لازم يا جماعه بلاش ميه ساقعه عشان ما تجلدش معانا وتبقى مش حلوه. ناخد بالنا نحط عليها ميه بتغلي. طبعا وهي بتتشوح كده قربت خلاص اهي خدت لون، خلاص الميه السخنه بتاعتي جهزت، هبدا انزل عليها على طول. تمام اهو زي ما انتم شايفين الميه نازله تدخن بالشكل ده، لان الميه بتغلي معانا. بلاش ميه ساقعه من الحنفيه لو سمحتوا. زي اللحمه بالظبط ما بنحطش عليها ملح غير لما بتقرب تستوي في اخر ربع ساعه، لان الملح بيأخر سوى اللحوم والطيور عامه يعني. تمام. فخلاص الميه بتغلي، هنزل عليها بقى بعصير حبيتين من الطماطم، وكده تبقى الكرشه بتاعتي جاهزه، ما كنتش هضيف عليها اي حاجه. حابه انت تحطي عليها شويه مرق دجاج، شويه بهارات زي ما انت عايزه. انا اكتفيت بالفلفل الاسمر والبصل واللورا، ونزلت عليها دلوقتي وطبعا الحبهان، ونزلت عليها بعصير حبيتين طماطم. اغطي عليها بقى واسيبها تستوي على نار هاديه، مش هعلي النار عليها، وكل شويه تاخدها هي بتغيب شويه لان احنا بنحبها مستويه زياده. فهسيبها، شوفي كده كده فات عليها حوالي ساعه ونص. طبعا شايفين كشت معايا ازاي، شوفوا القطعه كان حجمها قد ايه، ودلوقتي بقى حجمها قد ايه. طبعا خست جدا معايا زي ما انتوا شايفين كده، شايفه؟ طبعا دي كانت قد كده مرتين. هي كده دخلت في مرحلة السوا خلاص، لان بقالها في حوالي ساعة ونص. في المرحلة دي ضفت عليها الملح، طبعا الملح على حسب كمية الكرشة اللي انتي حطاها، ما تكتريش قوي زيادة عن اللزوم، وبرضو ما تخليهاش قليلة علشان ما تبقاش مسخة. انا حطيت لها معلقة كبيرة من الملح، هسيبها كمان حوالي ربع ساعة. زي ما انتوا شايفين كده خلاص هي شربت ملحها، هبدأ اطلعها بقى من الشوربة بتاعتها. لما بيكون عندي ممبار بسوي الممبار والكرشة في حلة واحدة، لما بكون عاملاهم مع بعض الاتنين بجد برضو بيشربوا من بعض وبتبقى طعمهم حلو جدا. مفيش بعملها او مفيش الا كرشة لوحدها، بعملها بالطريقة دي. في ناس بتحب في المرحلة دي تطلعها وتدخلها الفرن، تدهنها شوية من الصلصة ومعلقتين سمنة وتدخلها الفرن. انا بحب احمرها في الزيت عشان تبقى ناشفة معايا، واحمرها من جميع الاتجاهات زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا حمرتها، انا كنت فصلت الكاميرا على ما خلصت لان هي بتفرقع جامد زي اللحمه بالظبط، فانا بحب اغطيها، يعني انا بحمرها واغطيها عشان ما يحصلش اي حروق لا قدر الله، ناخد بالنا لان هي صعبه جدا في التحمير. هنا كده شايفين ما شاء الله شكلها ولونها عامل ازاي، لونها حلو جدا جدا، ورشيت عليها شويه فلفل اسمر بملح. جربوها بالطريقه دي والله مش هتندموا، هتعتمدوها على طول بجد. طريقه حلوه جدا وناشفه وريحتها حلوه، وبألف هنا على قلوبكم.